الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات، ولقد علق الله عز وجل في كتابه العزيز على التقوى خيرات عظيمة، ذلك أن الله عز وجل مع المتقي دائما يحفظه وينصره ويؤيده. فمن فضائل التقوى وخيراتها محبة الله للمتقين. قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية من سورة الحجرات. وقال الله تعالى أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية من سورة النحل. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الآية من سورة الطلاق. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الآية من سورة القمر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المعروف: اتقوا الله تعالى وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. أيها السادة والسيدات، الإخوة والأخوات، وصدق من قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وتزودوا من التقوى أيها الإخوة رحمكم الله، فهي خير زاد وتواصوا بها، فهي خير وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين وشعار الأنبياء وشعار الأنبياء والصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والمؤمنين الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. أيها السادة والسيدات، علينا جميعا بتقوى الله عز وجل أينما كنا وحيثما وجدنا. علينا جميعا بتقوى الله عز وجل في السر والعلاني في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، فهي سعادتنا في دنيانا وأخرانا، كما وعدنا ربنا عز وجل في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اللهم اجعلني وإياكم جميعا المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة